السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا النهاردة يا جماعة هنتكلم في الفيديو بتاع تربية المواشي ده عن ازاي انك انت تبدأ مشروع تربية المواشي لو انت عاوز تبدأ المشروع. طبعا يا جماعة مش مفروض ان انت عاوز تبدأ المشروع خلاص. المفروض ان انت لازم تكون عارف ان انت هتشتغل في ايه، لان مشروع المواشي مش انك بتشتغل في مواشي وخلاص، لا. المفروض ان انت تكون عارف انك هتشتغل مثلا في بتجيب عجول صغيرة مثلا بتكبرها شوية وبتبيعها، او بتجيب عجول تسمين، او بتجيب امهات مثلا تولد وتشتغل في اللبن، تبقى بهايم حلابة مثلا. كل دي يا جماعة انواع، او حسب برضه هتجيب جاموس ولا بقر. كل ديت فروع من المشروع بتاع تربية المواشي. لازم تكون طبعا قبل ما تربي، لأن كل نوع أو كل حالة من الحالات اللي أنا قلت عليها ديت بيبقى لها علف معين، بيبقى لها طريقة تربية معينة، بيبقى لها حتى طريقة في المكان اللي هي بتكون فيه بتبقى معينة، سواء كانت بهايم تسمين، عجول تسمين مثلا. المفروض ان انت تكون مجهز لها مكان كويس، وتكون مسيبها مش مربوطة، عشان تضمن اعلى تحويل واكتر تحويل في وقت قصير وتستفيد من العلف. او كانت عجول تربية مثلا حلابة مثلا، بتعمل حسابك ان انت يكون عندك نسبة اكل من خضرة زي البرسيم او زي الدريس الحجازي او زي حاجات من دي عشان تكتر اللبن. وبيكون عندك مكان واسع ليها، وبتكون مجهز مكان للخلفة بتاعتها لما تولد. وبتكون طبعا عارف ان انت هتوزع اللبن فين، مين اللي هياخد منك، او هتحلب ازاي. سواء كان المشروع على كبير بتبدأ ان انت تجيب حلبات، او لو كان مشروع صغير بيبقى الحلب يدوي مثلا. كل الحاجات دي يا جماعة بتبقى عامل حسابها قبل ما تبدأ في المشروع. وكل واحد بيشتغل على حسب اللي يناسبه. يعني ممكن الواحد اللي عنده مكان صغير يبدأ ان هو يشتغل في البهايم اللي هي الصغيرة، يجيب مثلا عجول صغيرة ويبدأ ان هو يكبرها شوية ويبيعها. زي دي الطريقة اللي انا شغال بيها. بجيب العجول الصغيرة مثلا شوية من بعد سن الفطام بشوية، يعني سن 4 شهور أو 3 شهور ونص. وببدأ إن أنا أبيعها برضو. يعني اللي حضر معايا فيديوهات قبل كده كنت جايب العجول اللي قدامكم دي كلها من حوالي 3 شهور، كانت في السن اللي أنا بقول لكم عليه ده. إن هي بس دلوقتي بسم الله ما شاء الله كبروا همت. يعني ده السن اللي موجود دلوقتي اللي أنا هبدأ أبيع فيه. كمان مثلا أسبوع أو أسبوعين أو شهر بالكتير هكون بايع العجول اللي قدامكم كلها ديت. وهجيب طبعا هدخل عجول تاني صغيرة. بالنسبة للمشروع يا جماعة هو مربح، بس لازم ان انت تكون بتفهم فيه. لان طبعا الموضوع مش زي موضوع الارانب. يعني حتى الارنبة تمنها 200 جنيه او 300 جنيه، انما اقل عجلة صغيرة النهاردة ممكن تكون ب9 آلاف او ب8 ونص اقل حاجة. فطبعا الخسارة بتبقى كبيرة لو كان في اهمال او كان في غلطات. فلازم ان انت قبل ما تشتغل في المشروع يكون عندك خلفية كويسة عنه، وتكون عندك الخبرة والمكان الكويس اللي هتبدأ تشتغل بيه، وتكون عارف طريقة التشغيل كويس. لأن طبعا بيبقى فيه نظام في الأكل. ممكن الأكل لو زاد عن حده، أو لو كان في أي ميعاد غلط، أو الشرب لو كان في ميعاد غلط، ممكن تعمل مشاكل للعجول الصغيرة ديت. وهي ما بتستحملش كمان. لو كانت العجول صغيرة ما بتستحملش زي البهايم الكبيرة. يعني لو هتشتغل في العجل الصغير أو العجلة الصغيرة، بتكون الغلطات مكلفة جدا، أو بتكون الغلطات صعب إنك أنت تصلحها. لو عجل مثلا جات له لكمة من العلف، أو لو حصل له أي حاجة ممكن إنك أنت ما تلحقش تعالجه، بيموت على طول منك. او لو كانت التغذية بتاعته مش كويسة بيبدأ ان هو يضعف برضه ويموت. لان العجول طبعا ما بتبقاش متعودة على العلف او متعودة على الاكل. بتبقى بترضع جزء مثلا من امها الى جانب الاكل. فطبعا انت ما بتشتريها من السوق. في بهايم بتكون ضارية على الاكل 100%، وفي بهايم بتكون هتتعود على الاكل شوية عندك. فلازم طبعا يكون عندك الخبرة. الحاجات دي يا جماعة نقولها في فيديوهات كتير قبل كده. فيديوهات معانا. طبعا اللي عاوز يسأل في أي حاجة، أو اللي عاوز يستفسر عن أي حاجة يكتب في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.